السلام عليكم. النهاردة هنعمل حاجة جميلة من ريحة أهالينا زمان، كانوا بيعملوها على طول وما كانوش بيسيبوها، هادية عن الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي. دي معانا البسيسة أو هريسة الذرة، ما شاء الله هادية جدا وبتتعمل كده جميلة وليها ريحة وطعم جنان. أولا معانا 3 بيضات هنضربهم ونحطهم في الخلاط مع قشر برتقان، أنا هاعملها بالبرتقان، بشرت البرتقانتين وحطيت القشر بتاعهم مع شوية فانيليا، وهنا كوباية السكر، وهنا نص كوباية برتقان، حطيت نص كوباية برتقان، وهنحط لسه نص كوباية لبن عشان تبقى كوباية كاملة. كده نص كوباية اللبن، ليه اللبن؟ عشان يفتحها، عشان ما تبقاش لونها غامق. ما شاء الله بيديها قيمة غذائية عالية. دي كده قطعة زبدة حوالي نص كوباية، هنحطها هي كمان، ومعاها نص كوباية زيت. يبقى كده حطينا الإجمالي كوباية. هتقولي لي ياما، أقولك لأ، ما شاء الله بتخليها دسمة وبتخليها جميلة جدا. ده الدقيق اللي احنا بنستخدمه، ده اللي انا بستخدمه في دقيق الذرة. هنا بعد ما خدت منه، بص انا مدبساه ازاي. فبعد ما تاخدوا منه اقفلوا الكيس، دبسوه او اعملوه بدبوس بحيث ان هو ما يرطبش منكم او ينكب. حطينا كوبايتين دقيق ذرة مع كوباية دقيق ابيض، لو عايزه تحطي كوبايه ونص، كوبايه ونص، مفيش مشكله. بس هي كده ما شاء الله بتبقى يعني معقوله جميله. هنا معلقه نشا كمان، وهنقلب الخليط كله على بعضه. ما شاء الله تبقى جميله. كده حطينا بيكنج باودر، وهنقلب ايه الدقيق كله على بعضه. طبعا انتوا لازم بتنخلوه. انا طبعا كنت مجهزه حاجتي قبل التصوير. هنا حطينا الخليط اللي في الخلاط، حطينا شويه شويه ونقلب، شويه شويه ونقلب. لو احتاج شويه دقيق خلاص حطوا، مفيش مشكله. احتاجكم معلقتين لبن حطوا حسب رغبه حسب الدقيق بتاعكم. كده حطيت انا تجويد من عندي بقى، ده معلقتين جوز الهند، دول انا حطاهم يزودوا القيمه الغذائيه بتاعتها، وبيخليها ريحتها جميله جدا وبيديها طعم جميل. كده حطيناها في الصينيه، بعد ما دهنا الصينيه زيت او زبده، عملناها بالدقيق، غلفناها بالدقيق، وبعدين بنضربها خبطتين عشان نفرغ الهواء منها. كده انا برضو حطيت معلقتين جوز الهند برضو دول من عندي، اللي مش عايز ما يحطش، هما مش اساسي، بس انا حطاهم بيعملوا ريحه وطعم وشكل جميل جدا للكيكايه. ده الكيكايه طلعت كانت لسه بقى سخنه هنا، ما شاء الله. بس لما بتبرد كمان بتبقى احلى كمان، بس هشه وجميله وريحتها في منتهى الجمال. اعملوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واللي ما عملش اشتراك القناه يشترك عشان يوصله كل جديد. السلام عليكم.